السلام عليكم. السلام. بارك الله فيك. الموظف وين؟ والله تقهوى وقت الشاي وقاعد ان شاء الله. ابشر، يعني انتظره؟ اي نعم قاعد. بارك الله. ابو خالد. هذا ابو نعم. ترى في مراجعه بالمكتب ينتظر. يلا هذا جاي. باذن الله احنا مراجعين. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الان اكثر من نص ساعه انتظر موظف. امشي. تفضل يا غالي، هذه مراجعه مواد. ورقة كاملة هذه؟ كويس، نكمل. هذا ورقة كاملة، شلون الحين أصرفها؟ معليش يا غالي، السيستم والله عندنا عطلان الحين. بس ترى أنا أنتظرك أكثر من نص ساعة يمكن وأنت جالس تتقهوى. والأوراق أنا مكملها وماخذ موعد أكثر من أسبوع أو أسبوعين، والآن إذا بغيت آخذ موعد ثاني أبي أنتظر أسبوع وأسبوعين وعندنا أشغال ما بنخلصها. السيستم هذا مو ذنبي، وأنا بقول لك شيء، إذا كان السيستم عطلان هذا شيء ربي يعلم فيه، أنا ما أعلم فيه. ولكن أنا أبي أقول لك شيء، أنت وغيرك من الموظفين يا حبيبي الغالي، احذر أن تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم دع، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فشق عليهم فاشقق عليه. فإهمالك أو تقصيرك في شغلك ربما تصيبك دعوة النبي عليه السلام، وإذا أصابتك دعوة النبي عليه السلام والله لن تفلح أبدا. أنا أقول لي حياتي بالدنيا معوكسة بسبة إني أظلم خلق الله وصرفهم وأعقد معاملات. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة أخوي، أنا صار لي ظرف وتأخرت. لا عادي، كنا تفضل استريح. الله يبارك. عندي أوراقك كاملة خلاص. الله يبارك فيك، رغم أننا تأخرنا شوي، ولكن أنا ودي قبل أمشي أعطيك بشارة أنك إن شاء الله أنها أصابت دعوة النبي عليه السلام لك. قال صلى الله عليه وسلم: أولا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أسأل الله أن يرفق بك وأن ييسر لك أمرك. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الركعة الواحدة ب1000 ركعة في المسجد النبوي. أنت لو أنك بس أخذت الأوراق وتصفحتها وحاولت تساعده وما خلصتها أحب إليك من أن تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها، أي حتى يخلصها، أنت الآن خلصت لي أوراقي، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أهلك وفي مالك. بارك الله.